سبق الإنذار. مع سبق الإنذار توجه عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الأستاذ محمود سعد، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا بيك يا أستاذ عزة، ربنا يخليك وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الناس أجمعين يا رب. في هذا البرنامج مع سبق الإنذار هناك مجموعة من الإنذارات نطلقها، بعضها معلوم والآخر بنتحقق منه. من حق حضرتك في نهاية الحلقة أن تطلق إنذارا واحدا، شرط أن تذكر لمن وماذا ستقول فيه. موافق؟ واحد إنذار؟ أشتغل حكم؟ ممكن يكون واحد وممكن يكون عايزين ندي كروت طرد كتير مش بس إنذار، ده كروت طرد، كروت حمراء لازم تطلع كتير قوي. بداية اسمح لي نهنئ حضرتك عن برنامج أحفاد النبي، هذا البرنامج الذي يقدم من بداية شهر رمضان الكريم على المنصة الرئيسية لحضرتك على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره في مساجد آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. آمين يا رب العالمين، رضي الله عنهم جميعا. البرنامج ده من الحاجات اللي بتسعدني أنا شخصيا، يعني ده أنا بعمله عشان أنا بحب الحكاية ديت، وأنا في عندي فكرة طول الوقت إن الشيء اللي أنا بحبه بحس ان في كمان عدد من الناس ممكن يكون بيحبوا. يعني من المهم جدا الناس يعرفوا التاريخ عشان يعرفوا انه العالم بيكرر نفسه طول الوقت، فعشان خاطر ما يسمحوش بتكرار هذه الاحزان مرة اخرى. يعني في هدف من وراء الحكاية، مش بس قصص احفاد النبي، لكن شوفوا عملوا ايه في احفاد النبي وازاي اتظلموا عشان الناس ما تقبلش الظلم. هناك مذيعين مشهورين جدا وبيحققوا نجاحات كثيرة، وأنا كنت في يوم من الأيام من أشهر المذيعين، وحاليا لم أعد أهتم لأنها أشياء وقتية، ولا يهمني أن أكون متربعا على العرش. هل هذا تصريح من حضرتك بمثابة إنذار لكل من يحلم بالنجومية في مجال الإعلام؟ لا مش عيب إن الناس تحلم بالنجومية في مجال الإعلام، ومش عيب ان الواحد يسعى انه يكون نمرة واحد ونمرة واحد زيادة ونمرة اي حاجة، مش عيب خالص. لكن المشكلة انه الواحد حين يسعى لهذا على هذا ان يأتي بما يوافق ضميري، بما يوافق ما اقدمه. في حاجة مهمة انه يكون صادق. اذا كنت انت مش صادق بس بلاش تكذب، يعني ممكن تبقى محايد، هنا ابقى اعلامي. اما العرش فمن الذي استطاع ان يجلس على العرش مدى الحياة، يعني مدى العمر؟ مفيش. في هدف ولا مفيش؟ انا متهيألي ان بحاول يبقى في هدف، ان احنا نقدم للناس حاجة حلوة. مين اللي يقدمها؟ انا ماشي، غيري ماشي جدا، اتبسط جدا وابقى سعيد جدا. في شباب بيعملوا حاجات، سامي حسين عمل حاجة في رمضان السنة دي مسمعة، اتبسطت جدا. شاب فنان شاب وعمل حاجة حلوة، حاجة جميلة صحيح. جدا، حاجة تسعد جدا. شيء جميل ان الواحد يشوف في بلده اسماء واصوات حلوة، لانه في اسماء واصوات مش حلوة. مسألة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس دي كلها مسائل لا تعنيني في أي شيء على الإطلاق، لأنها دي كلها حاجات اللي بيبص كويس زائلة. في سياق آخر حضرتك ربما صرحت أن الإنسان عندما يسعى بأن يكون الأول دائما أمر محبط ومش كويس، لابد أن يكون هو وأن يفعل الشيء الذي يريده كما يجب أن يكون ويكون صادق. هو السعي وراء هدف محدد بيعمل حاجات كتيرة، بيخلي الواحد ممكن يقدم العديد من التنازلات. إذا كان هيسعى بدون ما يقدم تنازلات فهو ممتاز، لأنه ممكن ما يوصلش اللي هو عايزه، فهيبقى وصل للي هو عايزه ولا هيبقى كان اللي هو عايزه اللي هو البني آدم نفسه، فهيبقى حاجة كده ملاش معنى، لا بقى الأصل اللي هو ولا بقى لأنه ما وصلش اللي هو عايزه. أنا شفت ناس كتير كبار جدا، مثقفين كبار عشرتهم يعني، كان نفسهم في مناصب معينة ففضلوا يسعوا ليها وفضلوا يقدموا تنازلات وما خدوش المنصب، لا بقى هو ولا بقى في المنصب، فراح خالص. المهرجانات السينمائية جسر للتواصل الثقافي، والمجتمع يتأثر بشكل كبير بالفن لأنه يسهم في تشكيل القيم والمبادئ، لذا من الضروري أن تكون الأعمال الفنية مدعومة بالقيم الإيجابية. هل هذا يعتبر إنذار بفقد القيمة التي يجب أن يكون عليها الفن
تعزيز حياة المجتمع؟ سؤال تقيل الحقيقة. وهو الفن عموما ليه نواحي كتير، يعني ما نقدرش نقول ان الفن هو للثقافة فقط، وإن كان هو للثقافة برضو. الثقافة بمعناها الشامل، ثقافة الضحكة وثقافة الأكلة وثقافة اللبس وثقافة الحركة، دي كلها دي ثقافة بيعيشها الشعب. صحيح الفن ما بيقدمش الثقافة المطلوبة لشعبنا، لكن ده في العالم كله. السلوك بيتغير. السينما هي نمرة واحد، مش تلفزيون على فكرة، السينما نمرة واحد. لكن الثقافة الحقيقية للشعب بياخدوها من الأعمال الفنية دي الثقافة الحقيقية، مش إن أنا أقول لهم افعلوا كذا وعلينا أن نحب الوطن لا، الإنشا دي لا. قرار الابتعاد عن برامج التوك شو لم يكن خيارا شخصيا بالكامل، بل جاء في سياق ظروف أعتبرها محاولات للإزعاج، ولكنني شعرت بسعادة كبيرة بعد اتخاذ هذا القرار ولم أندم. هل جاء ابتعاد حضرتك عن برامج التوك شو أستاذ محمود اختياريا أم إجباريا نتيجة إنذار وجه إليك؟ لا حدش بيقدم لي إنذار ولا حاجة، أنا بطرد على طول. أنا باخد كارت أحمر على طول، مفيش إنذارات ولا حاجة. إنما هو أنا ما أعرفش إيه اللي حصل، البرنامج وقف خلاص، مش مشكلة. أنا طول عمري من أول ما بدأت أشتغل في التلفزيون وحتى من الصحافة إن أنا كنت بشتغل في مكاتب عربية كتير، وعارف إن بكرة ممكن ما أكملش في الشغل ده. فشغلي في التلفزيون كنت عارف ان السنه الجايه مش هشتغل، فمش مستعد لاي وقت اقف، مش مشكله خالص، لان انا ما زلت ضيف على هذه المهنه، دي مش مهنتي. وقفوني الحمد لله، وقعدت في البيت سنتين مبسوط جدا واخر تمام. رجعنا نعمل باب الخلق، ده مزاجي لما قالوا لي كذا كذا، قلت ماشي البرنامج ده انا احب اعمله، عملناه. طلبوا مني بعد كده اعمل توك شو، بس مش عايز، انا اللي رفضت. طلبوا مني محطات كتير ان انا اعمل توك شو سواء في مصر او بره مصر. ولم تشتاق للعوده مره اخرى؟ لا 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 لا، انا ولا اشتاق للتلفزيون على الاطلاق لغايه اللحظه دي. يعني انا لو انت تحطيني في برنامج اذاعي احب جدا الاذاعه جدا جدا جدا، انما التلفزيون دي مهنه ربنا سهل فيها، والناس قبلتني، بعض الناس قبلوني فيها، فده انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى جدا، لكن انا دي مش مهنتي خالص. انذار يوجهه الكاتب الكبير والإعلامي الأستاذ محمود سعد، ترى لمن وماذا يقول فيه؟ لنفسي وبنفسي. أقدم إنذار لنفسي: احترس ألا تقع في دائرة التنازلات، احترس أن تحاول دائما أن تقدم للناس شيء طيب، حتى لو كان شيء خفيف وشيء لذيذ. احترس لأن الحياة ما تستاهلش، وإنه خداع الناس دي أكبر كارثة ممكن يقع فيها الإنسان. فاحترس من هذا، وإياك إنك أنت تتنازل من أجل فلوس أو من أجل مركز أو من أجل أي حاجة زي كده. هذا إنذار لنفسي بنفسي. الكاتب الكبير والإعلامي الأستاذ محمود سعد، نفع الله بك وزادك الله محبة وقبولا في قلوب كل من يشاهدك. ربنا يسعدك يا أستاذ عزة، متشكر جدا جدا، وكل سنة وأنت طيبة، ورمضان كريم عليك وعلى كل محبي من إذاعة البرنامج العام. إن أنا من عشاق الإذاعة بشكل عام، والبرنامج العام ده كان الأساس بالنسبة لنا، يعني هو ده الأول، وبعدين صوت العرب، وبعدين بقية المحطات. وأنصحكم للي بيسمع الحوار ده إنه يعود ويستمع للإذاعة، لأنها متعة خاصة جدا بوجودك أستاذنا الكبير. شكرا جزيلا الإعلامي الكبير محمود سعد. شكرا لك، ألف شكر حضرتك. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.